اهلا بيكم في ما تيجي اقول لك اكل شيء. في اكلاشات كتير منتشره في المجتمعات المصريه والمجتمعات العربيه، محتاجين نصلحها سواء بالايجاب او بالسلب. منها اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. معلومه سريعه كده قبل ما نخش في الموضوع. الجامع، وهو مين الجامع؟ مبدئيا هو مش المسجد. طب هو مين؟ عشان تعرف لازم تكمل الفيديو لاخره. ولما كنت بتاع عربي فمحتاج اشرح لك اللام بتاع التعريف اللي في كلمة الجامع. التعريف بيكون باللام مش بالالف واللام. طيب اللام دي اما انها عهدية او جنسية. لو كانت جنسية فهي مطلقة مش على حد بعينه، وهتقسم حاجة من ثلاثة. اما انها تكون استغراق حقيقي، وده معناه انها بتشمل كل الجنس. لما نقول العصر ان الانسان لفي خسر، يبقى كل الانسان، اي انسان جه ما جاش هيجي كده. طيب او استغراق مجازي، وده معناه انه بعض الناس او بعض جزء من الناس مش معانا، مش كلهم، الغالبيه. طيب دي زي ما نقول ايه؟ زي ما نقول حضر الجيش او حضر الطلاب. هو كل الطلاب موجودين؟ اكيد في غايبين. كل الجيش موجود؟ اكيد في جزء متخلف لاسباب. التالتة استغراق صفات الجنس، حد لم الصفات بتاع الجنس بتاعه كله. لما نقول هذا هو الرجل، أو هو ده الفارس او الحصان، يبقى هو ده اللي لما كل الصفات المثاليه في اللي شبهه وجمعهم فيه. طيب والعهديه؟ العهديه برضه ثلاثه، ولكن هي بتكون عن شخص بعينه او حاجه بعينها. وثلاثه زي ما قلنا، اما انها تكون عهد ذكري او حضوري او ذهني. ذكري زي ما نقول ايه في آية النور مصباح، وبعدين نقول ايه المصباح. يبقى اللي انا اساله لك قلت لك تاني. طب حضور زي ما اقول لك ايه، اشاور لك كده بقلم في ايدي واقول لك شايف القلم ده؟ يبقى القلم ده ايه؟ ده حضوري، حاضر قدامك. طيب ذهني زي ايه؟ كلنا نكون عارفين الحاجه بس عرفنا عنها بالله. زي ما نقول الجامع في المثال اللي فوق دوت، اللي احتاجوا البيت يحرم على الجامع. يعني هو جامع كل الناس اللي كانوا عايشين في العهد العثماني ساعتها لما طلع المثل في مصر يعرفوا ان الجامع هو جامع الضرايب. الراجل اللي عمال يلم ضرايب ده الفلوس لو احتاجها البيت تحرم عليه، مش على الجامع اللي هو المسجد اللي بياخد زكاة مش ضريبة. اخيرا اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.